طيب مقطعنا اليوم عن قصة حقيقية. في سؤال كثير قاعد يجيني، ريدكس من وين لك هذه القصص؟ او ليش ما تتكلم عن قصة معروفة والكل يعرفها؟ طيب يا اخوان، انا ذكرت اكثر عن مرة اني انا احب اجلس مع اشخاص جديدة او حتى مع اصدقائي او مع عائلتي، اجلس معاهم بالساعات. فلما اجلس معاهم تطلع السوالف وتطلع القصص. يعني في بعض القصص اللي انا اقول لكم عنها في اليوتيوب ما راح تحصلوها لا في كتب ولا عن صناع محتوى، وهذه القصص اصلا ما راح تحصلوا لها وجود لانها مواقف حقيقية حصلت مع اشخاص او قصص حقيقية. فلذلك انا دائما افضل اني اجلس مع اشخاص واسمع منهم قصص ومواقف مرعبة وبعدها اخذها وانقلها لكم. نفس قصة اليوم اللي مستحيل تحصلوا اصلا عنها اي دليل او على اي احد تكلم عنها من قبل. لكن لا احد يخاف، انا اليوم موجود عشان اختصر لكم القصة واقول لكم عن الحدث او القصة اللي نحن راح نكون من اول الاشخاص اللي سردناها. فقبل ان نبدا هذا المقطع الجميل اتمنى منك تجيب اكلك وتلبس سماعتك وتسمع القصة لين النهاية لانها حرفيا قصة جميلة وممتعة. وشكرا لصديقي اللي قال لي على هذه القصة الرائعة. القصة بدأت في سنة 2014 في أحد الشركات الكبيرة تابعة للطيران. الشركة هذه كانت محتاجة موظفين أو موظفات يكونوا مضيفين في الطائرة. كان في نقص يعني مو طبيعي أبدا. الشركة هذه كانت تبى توظف أي أحد حرفيا برواتب جيدة بس يكونوا مضيفين أو مضيفات. فالكثير من الأشخاص قدموا على هذه الوظيفة وصاروا مضيفين طيران. وفي أحد من البنات توظفت وكان حلم إنه تصير حرفيا مضيفة طيران، والحلم أصبح حقيقة. طبعا حياة موظفين الطيران أغلبها تكون في السماء، يعني يوم يكونوا هنا وثلاث أيام يكونوا في الجو أو العكس. وحياتهم باختصار كل بلد يروحوا عليها لازم يجلسوا 24 ساعة أو بعض المرات حتى ما يجلسوا في الدولة، يروحوا ويرجعوا بنفس اليوم على حسب البلد. ولكن في الأغلب يجلسوا في البلد الجديدة. يعني مثلا أنا مسافر من دبي إلى أمريكا كمضيف جو، أول ما أنزل أمريكا لازم أجلس في أمريكا 24 ساعة أو 48 ساعة، يجلسوني في فندق أو في مكان يكون قريب من المطار. في خلال ال 24 ساعة أو 48 ساعة المضيفين يكونوا إيش متفقين إنهم راح ينزلوا البلد ويتعرفوا على البلد لين ما يرجعوا دبي. هذا مثال بسيط، ترى مو ضروري يرجعوا دبي أو يكونوا في أمريكا، في بعضهم يروحوا على البرازيل، على هولندا، حتى على الدول العربية. ففي ال 48 ساعة أو 13 ساعة وال 24 ساعة ينزلوا يروحوا يتعرفوا على البلد، يدخلوا مطاعم، البعض منهم طبعا يشتري شيء غرض معين يبغاه او ممكن يشوف اهله ويرجع لشغله طبيعي. طبعا قصتنا هذه مو تابعه للعرب، تابعه لاجانب. القصه هذه حاصله لشباب اجانب. المهم البنت هذه اللي كان حلمها تصير مضيفه طيران، خلينا نسميها سوزن. سوزن كانت مره تحب عملها وكل مره تطلع طياره ولما يصير عندها بريك في الفندق تجلس تقريبا 24 ساعه و48 ساعه ما تطلع. كانت مره ملتزمه في هذه الخطه، حرفيا ابدا ما كانت تحب تطلع وما كانت ابدا مطمنه، وبنفس الوقت كانت تبغى تلتزم في شغلها عشان لما ترجع ما تتاخر على موعد الطيران. فتقريبا استمرت 6 شهور على هذا الموضوع. لكن موظفين الطيران يوم من الايام كانوا مسافرين على تايلاند، وطبعا كلنا نعرف تايلاند هيصه وفله وجزر وامطار والاجواء رهيبه، وساعتها كانت نهايه السنه نيو يير. فجلسوا المضيفين يقنعوا سوزن انها تطلع من الفندق. كانوا مسافرين وعندهم 48 ساعه يعني يومين. فجلسوا يقنعوا سوزن هننزل تايلاند، هنروح نحتفل في راس السنة وما حنسوي أي شيء ثاني، وبعدها راح نرجع الفندق. ففي النهاية حرفيا قدروا يقنعوها. طبعا أصحابنا الأجانب احتفالاتهم غير عن احتفالاتنا، شرب الخمر، ممكن تعاطي الممنوعات. المهم أنهم يحتفلوا في راس السنة. سوزن وافقت ونزلوا إلى أحد خلينا نقول البار أو المقاهي الأجنبية اللي يبيعوا فيها الخمور وفيها الحفلات الصاخبة. سوزن دخلت احتفلت عادي جدا والكل كان مشغول مع بعضه. جاء شخص غريب جدا كان موجود في هذا المقهى او في هذا المكان اللي يبيع الخمور. كان هذا الشخص مو مضيف للطيران بل هو مقيم في تايلاند، ولكن شكله مو تايلندي، شكله واحد اوروبي. جالس يسولف مع سوزن ويتعرف عليها وعزم سوزن على مشروبات كحوليه يعني كضيافه. طبعا سوزن يعني قالت ان شاء الله ما توقعت كده انه في ناس لطيفه، فعزمها وجلس يسولف معاها ويتكلم معاها على راس السنه. والمهم تعرفوا على بعض. طبعا في هذيك اللحظه سوزن شربت مرة كثير، خلاها تشرب يعني بالهبل، وهو طبعا ما كان شارب. المهم عزم سوزن ايضا على مأكولات
صار يأكلها بنفس المعلقة اللي هو ياكل منها. وركزوا لي على هذه الكلمة لأنه بعدين راح تعرفوا ليش. طبعا سوزن ما كانت تعرف الشخص هذا، بس تعرفت عليه في هذا المقهى، فهي أكلها تأكله وانتهت الحفلة. ولكن قبل لا تنتهي الحفلة الشخص هذا قال لسوزن شو رأيك تيجي عندي اليوم في البيت وبكرة بوصلك أنا المطار. طبعا سوزن صح إن هي كانت سكرانة نوعا ما، ولكن كانت على وعي، فرفضت رفض تماما. قالت أنا أعتذر ما أقدر أجي معك. قال لها ترى بيتي مرة قريب وما في شيء راح أسويه، بس أبغى أوريه كيف تايلاند وكيف بيتنا ومن الكلام هذا. سوزن رجعت بقوة وقالت لا، ما راح أبدا أطلع من هذا المكان إلا وأنا على الفندق حقي ومعايا صديقاتي المضيفات. طبعا هو استسلم وعجز، فعرف إنها حرفيا رافضة إنها تطلع من هنا. المهم حرفيا هي رجعت مع المضيفات إلى الفندق والشخص بعدها اختفى. سوزن بعد ما رجعت بيتها وخلصت من الرحلة الجميلة اكتشفت علامة على وجهها كانت جاية من هذا الطرف عند الشفايف. العلامة هذه طالعة نفس اللحمية وطريقتها معفنة جدا وشكلها مرة مقزز، وكانت تألمها جدا ومو عارفة أبدا شو السبب. طبعا معلومة أخرى راح أقول لكم عنها عن عالم المضيفين خاصة في الطيران، إذا أنت وجهك فيه له مثلا سكراتش، خدوش، مجروح أو شيء، ما راح تقدر تسافر أو تشتغل لين ما يخف هذا الشيء على وجهك. فحرفيا هي ما كانت أبدا راح تقدر تسافر أو تكمل وظيفتها لين ما تخف هذه العلامة. فحطت كريم اليوم الأول، قالت ممكن بعد 3 أيام يومين العلامة هذه راح تروح، ولكن للأسف الكريم أبدا ما كان ينفع معها. العلامة هذه يا أخوان كانت حرفيا جالسة تكبر يوميا وجالسة تألمها بطريقة مجنونة. فهنا استسلمت وقالت لابد إني أروح المستشفى وأشوف شو أقدر أسوي. طبعا في المستشفى لأول مرة كانوا يشوفوا هذه العلامة على وجه بني آدم. تخيلوا مستشفى كبرى مع أطبائها، قالوا إيش العلامة هذه؟ أول مرة نشوف العلامة هذه في حياتنا. فقالوا راح ناخذ عينة من هذه العلامة اللي في وجهك، راح نحطها طبعا ونسوي لها تحاليل ونشوف شو نقدر نسوي. طبعا المستشفى بعد ما أخذت هذه العلامة من وجهها وسووا لها تحليل اكتشفوا إنه هذه العلامة هي مرض، وهذا المرض يسمى بالكورو لو ما خاب ظني، وممكن له مسميات أخرى. المرض هذا مرض نادر جدا ويظهر عليك إذا أنت من آكلي لحوم البشر. يا ساتر كيف يعني؟ باختصار اللي يأكلون البشر تطلع عليهم أيضا أمراض، وممكن هذه الأمراض تكون عدوانية تعدي. تذكرون الشخص اللي قلت لكم تعرفت عليه في البار اللي هو أصلا شكله مو تايلندي، شكله أوروبي؟ هذا الشخص أصلا هو من آكلي لحوم البشر وكان يأكلها بيده، يعني المعلقة اللي كان يحطها في فمه يشيلها يحطها في فمها، وهي طبعا على نياتها ما تعرف شيء. فهذا مرض خطير جدا ولابد انك تسوي طبعا غسيل معدة وهتدخل في عمليات لين ما يشوفوا موضوعك ايش. الهرجة مو هنا، الهرجة ان الشخص هذاك في هذيك الليلة كان يطلب من سوزن انها تيجي البيت. تعرفون ليش؟ عشان كان ناوي ياكلها او يطبخها. طبعا سوزن لما عرفت بهذا الموضوع انصدمت، لان الشرطة حققت مع سوزن ايضا وقالت لها وين شفتي هذا الرجل وفي اي مكان تحديدا، ويا ريت لو تقدري توصفي شكله لانه نحن قاعدين ندور عليه اصلا، لانه قاتل كثير من الاشخاص وجالس ياكلهم وهو اصلا مطلوب. فهذيك اللحظة سوزن كانت مرة منصدمة لانها كانت على وشك انها تروح معاه البيت. فهو لعبته انه يجلس في الاماكن اللي فيها السياح وينتظرهم يجوا ويعزمهم وبعدها ياخذهم ويبدا ياكلهم او يخفيهم. طبعا في هذيك اللحظة سوزن بدأت العلاج، وكل طبعا موظفين الطيران عرفوا بهذه السالفة وخافوا انهم يطلعوا مرة ثانية من فنادقهم بعد الرحلة. طبعا الشرطة بلغت السلطات والسلطات بلغت تايلاند بالمقهى او بالمكان اللي كان متواجد فيه هذا السفاح، ولكن الصدمة انه ابدا ما كان له اي وجود. دوروا عليه في كل مكان ولكن يقولوا انه ما كان موجود. حتى الشرطة التايلاندية عجزت انها تمسك هذا الشخص. للمعلومية الشخص هذا نفس ما ذكرت هو مو من تايلاند، هو من دولة اوروبية، ولكن ما احد يعرف اي دولة تحديدا لانه شكله ما يعطي ابدا انه تايلاندي. اما سوزن تعالجت ولكن انضرت جدا بسبب هذا المرض. تخيلوا معي لو كانت سوزن في هذيك اللحظة راحت وكان اكلها، كانت راح تصير كارثة او قصة ثانية. اللي راح يصدمك يا عزيزي المشاهد انه موظفين الطيران عندهم قصص مليانة، لانهم كل فترة او كل يومين بالاصح يكونوا في دولة جديدة مع ناس جديدة، فحرفيا عندهم قصص ومواضيع يعني حرفيا تخليك تنرعب. في الوقت الحالي لا احد يلومني، انا بديت اصاحب موظفين الطيران واسمع قصصهم وسوالفهم لانه ابدا ما تخلص. لكن لا تخافوا راح اهتم فيكم، اي قصة راح توصلني ان شاء الله راح انقل لكم اياها على طول. على العموم اتمنى تكون القصة نالت في اعجابكم واستمتعتوا فيها. في الوقت الحالي قولوا لي تحت في الكومنت ايش رايكم عن هذه القصة الجميلة. ما راح نطول اكثر من كذا، كان معاكم اخوكم عبد المنعم او ريدكس. السلام عليكم.